السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله ربيع، موبايل ديفلوبر. تخيل معايا السيناريو الجاي ده، اتطلب منك في الشركة إن أنت تعمل فيديو كول فيتشر، فأنت ما كنتش عارف حاجة عن الموضوع ده، فقلت يا جماعة ادوني فرصة أدور. حلو، أقول لك يا عم دور براحتك وقول لنا الدنيا فيها إيه. أنت قعدت تدور، عرفت إن الفيديو كول فيتشر بتقوم معظمهم يعني قايمين على فكرة الويب ار تي سي. طيب، فانت دورت يعني ايه الويب ار تي سي، لقيت ان هو ويب ريل تايم كوميونيكيشن. جميل. قلت يعني ايه برضو الويب ريل تايم كوميونيكيشن، لقيت ان هو زي فريم ورك، او ما كانش فريم ورك، مبني على شويه مبادئ ستاندرد، حط عليها شويه اي بي ايز، حط عليهم شويه بروتوكولز، طلع لنا الويب ار تي سي، وده بيستخدم في الفيديو كول. تمام، هو بيبقى ريليتد اكتر بالباك اند والحاجات ديت يعني. تمام. فانت قلت حلو، انا عايز بقى اعمل امبلمنتيشن للفيديو كول بيزد على الويب ار تي سي. فدورت لقيت ان هي محتاجه شغل ياما في الموبايل، شغل اكتر في الباك اند، شغل اكتر لو هطلعوا حاجه بكواليتي كويسه في الديف اوبس. انتوا في الشركه لا عندكم الوقت ولا الميزانيه اللي تسمح الموضوع ده كله. حلو، فانت قلت لازم اكيد في حل تاني. قعدت دورت، لقيت خبطت في مصطلح اسمه سي بي اي اس. فانت بتشبه عليه ده شبه حاجه اسمها الساس. فانت لقيت ان المصطلح ده معناه كوميونيكيشن بلاتفورم از سيرفيس. والفكره بتاعت المصطلح ده ان هو شركات بتوفر لك خدمه الفيديو كول اللي احنا عايزينها ديت، او الشات او الستريمينج او اي خدمه من الحاجات ديت از سيرفيس. وبتقول لك يا باشا مثلا انا هديك 100 دقيقه في الشهر، او على كل 1000 دقيقه هتدفع لي $1. دي الفكره باختصار يعني. فانت قلت كويس جدا، ما تيجي نشترك معاهم ونطلع ريليز وناخدوا فيدباك من اليوزر. والله هيبقى عندنا حلين. لو الدنيا ما مشيتش يعني، وده ما ضافتش فاليو لليوزر، ما زودتش مثلا اليوزر انجيجمنت، الداونلودز بتاعت التطبيق، ما ضافتش حاجه حقيقيه للتطبيق، خلاص يبقى يا دار ما دخلك شهر وما خسرناش حاجه. طيب، الحته التانيه بقى ان هي لو الدنيا ظبطت مع اليوزر والناس مبسوطه يا باشا وزي الفل، عندك حلين. اول حل اللي هو بيلد فروم اي تو زد. هتبني الموضوع ده فروم اي تو زد، هتيم الموبايل، هتيم الباك اند، عايل لنا واحد سينيور ديف اوبس كده، مشي الدنيا، خد وقتك اسبوعين اتنين تلاته. او الحل التاني ان احنا نكمل في السيرفيس ديت زي ما هي، بمعنى ان احنا ممكن نشيل الكلاينت التكلفه بتاعت الدقايق اللي هو بيعملها. ازاي يعني؟ هقول لك دلوقتي. انت ممكن تضيف البيلينج ميثود او طرق الدفع. مش طرق الدفع اللي هو الفيزا والحاجات ديت، لا، اللي هو اليوزر مثلا هتدي له حاجه اسمها كريدت سيستم. هتقول له مثلا انت عندك 100 كريدت في الشهر، خلصت ال 100 كريدت يا اما تدفع او تتفرج مثلا على اعلان. ولو اتفرج على الاعلان هيجيب الكوست بتاعته ال $1 ديت او النص دولار على حسب. وفكره الكريدت ديت انت بتقول والله انا اديك 100 كريدت، والمكالمه مثلا اللي هي نص ساعه ب 10 كريدت مثلا. فاهم قصدي؟ فدي نفس الفكره. او النظام التاني بتاع السبسكريبشن والباقات، تعمل باقه التنين، باقه القطه، باقه الحاجات ديت، البرو، الليمتد، الحاجات دي كلها، وتحاسبه مثلا الباقه ام 20، البرو مثلا ب $20. طيب افرض ان اليوزر خلص ال $20 او خلص الباقه بتاعته اللي انت كنت حاطط له مثلا فيها 100 كريدت او 200 او 1000 توكن حتى. والله في الحته ديت بنطلع الحته التانيه اعلى، اللي هي السبسكريبشن زائد الاوفريج. ودي اكتر حاجه مشهوره في السيس. هتقول لي زي ايه؟ زي كلود كود. كلود كود لما تشترك في الباقه اللي ب $20، فبيقول لك انت لو خلصت التوكنز بتاعتك ادفع ونديك توكنز تانية. دي نفس الفكره يعني. فانت كده قدامك حلين، يا تمشي وتضيف اعلانات او سبسكريبشن ميثود او البينج ميثود والحاجات دي كلها، او تبني الموضوع من اي تو زد وانت والتيم. ده كده باختصار فكره السي بي اي اس والويب ار تي سي بس. دي كانت مقدمه يعني لا بد منها. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو، واحنا هنعمل امبلمنتيشن لفيديو كول كيت في فلاتر، في البروجكت بتاع فلاتر بتاعنا في الاندرويد. ممكن نعمله اي اس بعدين ان شاء الله، بس دلوقتي احنا مركزين على الاندرويد. مين بقى هيبقى السيرفيس بروفايدر بتاعنا؟ مين اللي بيوفر لنا الخدمه ديت؟ اللي هو زيجو كلاود. زيجو كلاود هنشوف مع بعض، عندهم خدمات كتير. ودي الاجنده حرفيا في 10 دقايق هنبقى داخلين فيديو شات باتنين ايميوليتور، بكلم ده وبكلم ده يعني، وهنشوف مع بعض. دي الاجنده. هنعمل ساين اب، هنعمل سيت اب للبروجكت عندهم، بعد كده نعمل سيت اب للبروجكت عندنا، نربط الاتنين ببعض ونخش في فيديو كول. ناخدوا اللينك كوبي، او ممكن تكتب زيجو كلاود، نعمل انتر. دي الصفحه بتاعتهم، دي المنتجات. ممكن تشوف دي كل الحاجات اللي بيقدموها، من اول فيديو كول مثلا للستريمينج، لايف ستريمينج، اي اي افكت، كل الحاجات ديت ممكن تلف لفه يعني. هنيجي نعمل هنا ساين اب. وملحوظه يعني، دول السبونسر بتاع الفيديو ده. طيب، هتعمل هنا تكتب الفيرست نيم واللاست نيم عادي يعني، أنا ممكن اعملهم دلوقتي بسرعه. وطبعا هنا مصرنا الحبيبه ايجيبت اهي.
كانتري، وتحط تعمل هنا I want receive، وتعمل get code verification. لازم تعمل I have read، وتعمل ايه الجيت كود كده. هيبعت لك بعد ما تحل بتاع ديت هو عايز ايه. اهي، ودي هنا تعمل verify. بس هو كده بعت اسمه الاو تو بي الفيريفيكيشن كود. هيوصلك على الميل. هسحب الميل ده هنا على السكرين التانية اهو كده. هيوصلك حاجة بالشكل ده. استنى اخده سكرين شوت. اهو هيوصلك حاجة بالشكل ده. هتاخده كوبي وتحطه هنا بيست، وتعمل ستارت فري تيريال. تمام. هيطلب منك لما تخش ان شاء الله، يعني احنا ممكن حتى نعمل ايميل مع بعض، بس استخدم اي حاجة اهو. كنترول سي، كنترول في، يوز سترونج باسورد، ستارت. يلا بينا. المفروض بعد ما بنلوجن احنا بتكتب اسم الشركه بتاعتك والبوزيشن بتاعتك او والاندستري بتاعت الشركه، وبتاخد 10000 دقيقه اهو. مثلا اسم الشركه لو انت مش شغال في شركه ممكن تكتبهم فريلانس ولا حاجه، بس مثلا هكتب سيسماتكس، او خلينا فريلانس دلوقتي فريلانس. والويب سايت مش مهم. والجوب تايتل مثلا انجينير، او ممكن تخليها اذر او ستودنت لو انت لسه طالب. والاندستري اي تي يا باشا. الفون نمبر مثلا احنا عايزين ايجيبت اهي، مصرنا الحبيبة 16257074. ام كونتينيو. خلاص بقولك الف مبروك، انت خدت كده 10000 دقيقة ايه ببلاش. ده تقريبا لمدة شهر. لمدة شهر. طيب دي بقى الداشبورد دي اللي احنا نتعامل معاها. ثواني بس يخلص لودينج. طيب دي الداشبورد، وهنا بقول لك الدقائق بتاعتك اهو. انت عندك 10000 دقيقة، وده الرصيد بتاعنا صفر. طيب نشتغل بقى فين؟ هنشتغل في الكريت بروجكت. هنعمل كريت فيرست بروجكت. طيب انا دلوقتي مهتم بايه في الفيديو ده؟ انا عايز اعمل فويس اند فيديو كول، هو ده. فانت تختاره، ممكن تعمل اي حاجة، بس احنا دلوقتي فيديو اند فويس كول. طيب نعمل نيكست. طيب البروجكت مثلا ممكن نسميه فيديو اندرسكور كول شات مثلا اب. ده الاسم بتاعه. هو لك انت عايز تبدا بالاس دي كي ولا اليو اي كيتس؟ الفكره بتاعت الاس دي كي بيبقى في مور كاستمايزيشن، بس احنا يعني عايز ابدا باليو اي كيت. اليو اي كيت كويسه جدا معايا مناسبه. طيب بيلودنج طبعا النت بتاع مصر بقى. قبل ما يخلص بقى ايه ابقى ارجع تاني نكمل يعني. طيب هو كده خلص تحميل خلاص. هقول له ستارت بيلدينج. احنا طبعا متارجتين فلاتر، فاتك على فلاتر. هسيب الكونفيجريشن الديفولت زي ما هي اللي هي 1 تو 1، واعمل ستارت فيديو. هيجيبنا بقى للصفحه ديت. الصفحه ديت عندنا حاجتين مهمين جدا، اللي هي الاب اي دي والاب ساين. لازم اخد الاثنين دول كوبي وابقى احطهم في التطبيق بتاعنا. تمام. عشان دول اللي هيشتغلوا بيهم اساسا، وهيعرف يكونكت البروجكت ده بالبروجكت بتاع فلاتر اللي عندنا على الجهاز. هعمل كويك ستارت. طيب دي الدوكيومنتيشن بتاعتهم بسيطه جدا، يعني مش هتاخد معانا وقت. فاول حاجه نبدا بان احنا نضيف الباكج. بس قبل ما نضيف الباكج تعالوا نشوف البروجكت اللي عندنا اساسا. ده كده البروجكت اهو. يعني نقفل كل حاجه، نزوم كده نخليها واحده كده عشان ايه تبقوا برضو شايفين معايا. ده اللايبراري. انا عندي المين ما فيهوش اي حاجه. ماتيريال اب، وده التايتل. وعندي الهوم عباره عن سكافولد، وفي كونتينر مديله جريدينت، وعندي كولون. الكولون طيب بص احنا ممكن نعمل هنا كلير ونقفله اساسا كله. وعندي تايتل، وعندي 3 تكست فيلد. انا كنت واخده سكرين شوت انا فاكر، انا هشوف على الديسكتوب. انا كنت واخده هنا فين الديسكتوب. اهو. ده الفكره يعني بتاعته، اللي هو يبقى عندنا تايتل ان شاء الله، وتايتل معمول، وثلاثه تكست فيلد وبutton. بس يعني مفيش اي حاجه اهو. الثلاثه تكست فيلد بس انا عاملهم ايه كاستمايزيشن كده. فعامل سيت ليست ويدجت ليهم، واديهم بوردر راديوس يعني، والكالر بتاعهم وايت بس. وهنا كنترولر اللي هحطهم للتكست فيلد، وانا بعمل ديسبوز للكنترولر. يو اي بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه يعني. اما حاجه في اليو اي ده اللي هو الكول اي دي. لازم انا الكول اي دي اللي انا داخل بيها صاحبي برضه يخش بنفس الكول اي دي. اليوزر نيم او اليوزر اي دي مش مهمين، ممكن تحطهم اي حاجه يعني، دول مش هيفرقوا معانا. تمام.
بس كده. فانا عامل هنا كلاس في الكور اسمه الاب سيكريت. الاب سيكريت حاطط فيه الاب اي دي والاب ساين اللي احنا خدناهم منين؟ من الكونسول او من الصفحه واحنا بنكريت البروجكت اهو. هو حتى بيقول لك انت لو نسيت تاخدهم ممكن تخش في زيجو كلاود ادمن كونسول تجيب الاي دي الاب اي دي والاب ساين. تمام تمام. طيب نبدا ستيب ستيب. تك هنا كوبي ونضيف كنترول في. ضفنا الباكج، انا كده كده اوريدي ضايفها فعادي هتضاف عادي. طيب تاني حاجه بيقول لك خد الصفحه دي كده كلها اسمها الكول بيج. تمام. هو بقى دي اليو اي كيت جاهزه يعني، يا دوب انت هتاخدها كوبي كده وهنعمل كلاس اهو. هنا كلاس انا عامله اسمه كول بيج، مفيش اي حاجه، واخدتها كده كنترول في زي ما هي. تمام تمام. هنا هنعمل الماتيريال اب دي، خلاص خلصنا من الماتيريال اب، وهنعمل هنا الامبورت بتاع الباكج اهي. بس فاضل لنا حاجتين، اليوزر اي دي واليوزر نيم والكول اي دي. كول اي دي هناخده از بارامتر وهناخده برضو الباقي از بارامتر، بس الاثنين بتوع الاب اي دي والاب ساين انا حطيتهم اوريدي في الاب سيكريت. فانا اقول له اب سيكريت، هو المفروض اهو اب سيكريت دوت اب اي دي، وهنا نفس الفكره الاب سيكريت دوت اب ساين. وانا مش عايز الكومنت ده اهو، ولا عايز الكومنت اللي تحت، هو المفروض بقى يفهم ويشيله بس كده اهو. وديت الكونفيجريشن ان احنا عايزين نعملها 1 تو 1 فيديو كول. انت ممكن تعملها اي حاجه اهو، تختار زي ما انت عايز، في جروب فيديو كول وجروب فويس كول. لا انا عايزها 1 تو 1 فيديو كول. طيب زي ما هي يعني. واليوزر اي دي واليوزر نيم انا ممكن ابظيه برضو من هنا اهو، هو فاهم على طول. وهقول له هنا الفاينل وخلاص. بس كده دي كده الكت بتاعتنا خلصت. نضيف البارامترز هنا بس كده يا معلم. فاضل بقى ايه الحته؟ ان احنا بيقول لك انت عايز تربطها في السكافولد، تبش على اسمه ايه ده الصفحه ديت. فانا عملت في بوتون، البوتون ده اهو. فين الديزاين؟ انا قفلته، ما علينا معلش. اها البوتون ده لما بتك عليه بيبش على الصفحه اللي احنا عملناها اللي اسمها كول بيج. تمام تمام. بس وبديله برضو بنفس الفكره اليوزر اي دي واليوزر نيم والكول اي دي. دي اهم حاجه بس يعني، وثلاثه تكست فيل. حلو حلو. طيب بيقول لك بقى يا عم في شويه حاجات انت المفروض تعملها. اول حاجه هتعمل شويه كونفيجريشن على حسب الاي او اس او الاندرويد. احنا دلوقتي متارجتين الاندرويد تمام، فالكونفيجريشن ديت هنعملها في الاندرويد. بس في حاجه، الكونفيجريشن ديت معموله لايه؟ للبيلد دوت جرادل. تمام. يعني ركز تاني، بيلد دوت جرادل بروجكت فلاتر جديد ما فيهوش بيلد دوت جرادل بس، امال في ايه؟ اهو بيلد دوت جرادل دوت كي تي اس اللي هو كوتلين دي اس ال الجديد. ففي شويه كونفيجريشن هنا مش هتنفع مع الجديد مع اللي هو كي تي اس. فلو انت بيلد دوت جرادل هتاخد الكلام ده زي ما هو، تاخد اهو بقول لك هنا في الاندرويد اب بيلد دوت جرادل، تعمل كوبي وتروح. تعال نشوف مع بعض اهو اندرويد، وقال لك الاب بيلد جرادل احنا عندنا كي تي اس، وهتحطه هنا، هتحط ديمنسيز هنا تمام فوق فلاتر، هتحطها كده كنترول في. بس دي شايفين الشكل ده غير الشكل ده خالص. ليه؟ لان ده الجديد يعني وده القديم، فده مش هينفع. بس فانا حاطط الجديد وسايب لكم كده اساسا الشغل الجديد كله في نوشن تمبلت، هنزلها لكم على طول. انا كنت فاتحها هنا زيجو كلاود سيت اب، يعني ستيب باي ستيب الحاجات دي كلها اهو، يعني الحاجات اللي انت محتاج تغيرها. تمام تمام. طيب نيجي لتاني نقطه هو قال لي عليها اهي، خلينا نكمل في السيت اب. طيب وبقول لك غير الاس دي كي، خليه بدل هو المينيمم اس دي كي 21، فانت عادي ممكن تخليه 22 23، بس انا عملته 23 وانا بقول لك اعمله 23 لو انت الكي تي اس الجديد. تمام. ويقول لك الكومبايل اس دي كي فيرجن خليه 33. انا هنا عملت الكومبايل اس دي كي فيرجن فين اهو، كومبايل اس دي كي فيرجن عملته 36. والمينيمم اس دي كي فين؟ المينيمم اس دي كي اهو. المينيمم اس كي انت ممكن تسيبه زي ما هو او تعمله مثلا 23 او 21. تمام. بس طيب دي ثلاث حاجات خلصناهم هنا اهو في الاب بيلد جرادل. طيب هتخش برضو في الاندرويد بيلد جرادل على طول، هتعمل اكسبورت بقى ايه للكوتلين فيرجن، واللي ده اللي بنستخدمه فين؟ يعني السطر ده بيبقى زي كأنه فاريبل للسطر ده هنا. تمام. فانت هتعمل اكسبورت، هتاخده كده كوبي وهتروح في الاندرويد فين احنا قلنا نقفل ده خلاص مش محتاجينه، وهنخش في الاندرويد بيلد جرادل وهتحط السطر ده فوق. طيب
انت بقى لو بيلد جرادل كي تي اس زي مش تمام، مش هتحط السطر ده اهو. حلو. نيجي بقى للدوكيومنتيشن تاني نكمل. خلاص انا مش محتاج السطر ده لان انا الجديد ده بيلد جرادل القديم. حلو. هنعمل بقى الرابرز الجرادل دوت بروبرتيز. بيقول لك المفروض الفيرجن بتاعها بتاع الجرادل يبقى اعلى من 7 اهو. انا بقول لك اعلى من 7. طيب هنشوف برضو البروبرتيز اهو. هتخش فين اقفل الصفحه في الاندرويد في الجرادل في بروبرتيز. بقول لك انا عندي 8 اساسا، هو بقول لك لازم يبقى اعلى من 7، فانا كده برضو مش هعدل حاجه هنا عشان انا عندي 8. فدي لحد هنا الخطوه دي خلاص خلصت. اخر اتنين بقى بتاعت البرميشن ديت هتعملها عند اي حد بقى، انت جديد قديم اي حاجه في الاندرويد مانيفست هتاخدهم كده كوبي كلهم. هتخش في الاندرويد مانيفست في المين، دي البرميشن اهو هتطلع. طب تعالوا نمسحهم ونحطهم تاني. المفروض انت تخش هتلاقيه كده، هتطلع فوق التاج بتاع الابلكيشن تعمل كنترول في بس كده. عايز شويه تنظيم بقى وشويه الحاجات ديت اديهم تابع كده وخلاص، والدنيا بقت زي الفل كده معاك. طيب اخر خطوه تحط البرو جارد. هتحط ملف البرو جارد هتعمله كرييت. هو بيقول لك كريته فين في البروجكت بتاعك، خش عند الاندرويد خش على الاب اعمل كرييت للبرو جارد اهو. هتاخد الاسم زي ما هو. طبعا اللي رفع على جوجل بلاي فعارف الكلام ده كله. هنخش في الاندرويد اب وتعمله برو جارد. اقفل كده السورس اهو انا مكريته في الاندرويد اب اهو انا مكريته على طول. تعمل بس هنا في الاندرويد والاب تعمل نيو فايل وتسميه نفس الاسم كده. هو بيقول لي طبعا مش هينفع عشان في ملف نفس الاسم يعني بس. فبعد ما كريته بيقول لك هتحط السطر ده فيه بتاع زيجو اهو. هتاخده كوبي وتحط السطر ده فين فيه. همسح السطر ده اهو واحط السطر الجديد برضه نفسه يعني. بس كده خلاص. فاضل كده خطوه بسيطه ان انت بقى تعمل الامبورت ده فين. بيقول لك في الاب في الاندرويد اب بيلد جرادل. الاندرويد اب بيلد جرادل اهو. هنخش في الاندرويد تمام. هنخش في الاب هنخش في البيلد جرادل وهتحط السطر ده فين هنا في البيلد ريليز. هتحط السطر ده اهو تمام. تنزل تحت كده وتحط سطر. بصوا هتلاقي ده مختلف عن ده ليه؟ لان زي ما قلت يعني مش عارف مره اكمل اللي اقولها. ده بيلد جرادل بس ده القديم، والسطر اللي انا فوق عامله جديد ده البيلد جرادل دوت كي تي اس. تمام بس. وبقى المفروض ترن البروجكت كده وان شاء الله هيرن معاك يعني مفيش اي حاجه هتختلف. طيب تعالوا نرن البروجكت مع بعض. احنا ممكن نرنه نعمل يو ونقول له مثلا رقم 5 هيشغل لي ايميوليتور. هنرن مع كده كده انا يعني اعمل له رن اساسا، وهو بس هيديك شويه وورنينج كده لما تعمل له رن، بس الدنيا هتمشي زي الفل لا تقلق يعني اهو. هو طبعا بيحمل ايميوليتور. طب تعالوا نفتح التاني برضو ونقفل. خلاص دي كده الدوكيومنتيشن برضو، وانت بقى بترن وبتعمل تيست. لو رن هتبقى الدنيا زي الفل. وانا مش محتاج دي خلاص، وهي دي برضو نفس الفكره مش محتاج ده. ودي السيت ابس هسيب لكم اللينك برضو في الديسكريبشن كل حاجه. واللينك ده انا عامله الحته ديت في البروبرتيز اللي هو اندرويد جرادل دوت بروبرتيز. انا عامل السطر ده عشان انا عندي الجافا اس دي كي 21. هو كان عايز اس دي كي الجافا اس دي كي 17 تمام. فانا نزلت ال 17 وقلت له استخدم ال 17 في البروجكت ده بس دي الفكره يعني اهو. ممكن تاخده برضه كوبي بيست عشان لو انت عندك نفس الموضوع. وهتخش في البروبرتيز وتضيف السطر ده اهو في البروبرتيز. ضيف السطر ده بس كده يعني. بعدين انت عندك الاي اي يعني انت هنا في اي اي، وعندنا مثلا هنا في اس كود، وعندي هنا اسمه ايه ده ويند سيرف وكارزر. عندك كل الحاجات وعندك زد اهو. انت ممكن تستخدم اي اي هيقول لك تعمل ايه بالظبط. فالموضوع يا دوب لو في اي مشكله كوبي وبيست ويقول لك تعمل ايه. بس كده المفروض كده كل الكونفيجريشن خلصت. احنا ممكن نفتح التطبيق يا رب نلاقيه اهو زيجو كلاود. هيفتح معانا اليو اي. وممكن نفتح الايميوليتور التاني اي ام يو مثلا رقم 6 تقريبا. رقم 6 مظبوط بس. طيب عبال ما يحمل ويفتح تعالوا نخش هنا كود. مثلا اليوزر اي دي 1 مثلا اليوزر اي دي 1 2 3 4 واليوزر نيم هسميه احمد. وهنا الكول اي دي مثلا هتبقى 1 2 3. دي لازم نثبتها عند الاتنين الكول اي دي تمام. طيب
هو قبل ما احمل طبعا بيبقى بياخد وقت بسبب ان انا عندي نيفيديا، والنيفيديا ما بتحبش لينكس، ولينكس ما بتحبش نيفيديا. واللي يعرف القصه القديمه ديت هيعرف انا بتكلم في ايه بالظبط. طيب هو بعد ما خلص اهو فتح، الحمد لله فتح بالسلامه. طيب هنا اليوزر اي دي مثلا خليه اي حاجه، خليه اي ارقام، هنا مش محتاج رقم معين. وهنا طيب، وهنا مثلا اليوزر نيم هسميه عبد الله. وهنا الكول اي دي اللي هي اهم حاجه، 1 2 3، 1 2 3. هعمل هنا ستارت فيديو كول كده، اهو بيلود. وده كده دخلني، اقول له only this time، only this time. وانا كده هخش شات هنا. تمام، هو كده دخل الشات. المفروض الكاميرا كده مفتوحه، بس عشان ده ايميليتور مش هيجيب اي حاجه. بس والموضوع ده اصلا مش هتعرف تتستو في الاي او اس، عشان برضو تعامل اي او اس مفيش كاميرا في الاي او اس ايميليتور. تمام، انا كده في الفيديو كول كده قفلت الكاميرا. حلو، اخش انا برضو ستارت. هيطلب مني هنا البرميشن، only this time. خلي ده على القلاوة على طول اهو، while using this app. بس انا كده دخلت اهو، ده عبد الله وانا احمد اهو، ده احمد وانا عبد الله اهو. تمام، مثلا هقفل هنا الكاميرا برضو كده، قفلت الكاميرا. هقفل المايك. كل حاجه خلاص، هنا قفلت الصوت. نفس الفكره اهو، ده التليفون تحت. مثلا هطلع من الفيديو كول اهو، انا طلعت كده. الاتنين طلعوا على طول، عشان انت مش هتكمل فيديو كل لوحدك. هتخش تاني وهنخش تاني. مهم. بس كده، دي كده فكره الفيديو كول. افرض انت عايز تعمل بقى كاستمايزيشن الموضوع بقى، هتنزل اس دي كي. مش هو كان واحنا بنعمل سيت اب للبروجكت كان ادانا حاجتين، يا تعمل فكره الاس دي كي يا تعمل يو اي كيت. احنا استخدمنا اليو اي كيت، وفي 10 دقائق خلصنا الدنيا كلها. انت بقى ممكن تستخدم حته الاس دي كي، تحط مور كاستمايزيشن على اللودنج، الحاجات دي كلها. بس ده كده الفيديو بتاع المره دي، وان شاء الله يعني الدنيا تكون تمام. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.